في الطريق لمسجد سليمان القانوني، أو بيسموه سليماني القانوني الجامعة. ده المدخل ليه، المدخل الخلفي اللي هو جاي من ليلي، من عند منطقة ليلي. ده المنظر من بره، ده الشكل بتاع الجامع من بره. بسم الله الله أكبر. وده المنزل والمدخل الجانبي برضك. نزلنا حبة هنلاقي المدخل الثاني برضك جانبي نفس الكلام، وهنلاقي الأوض الجانبية. طيب جميل. انا ما اعرفش ازاي كنت همشي من غير ما ازوره ده. انا امبارح بالصدفه جاي، امبارح بدور على اشهر مساجد بحيث ان انا اكون يعني حاولت اغطي حاجه. طبعا انا تعبي في الرحله منعني ان انا اغطي كل الجوامع اللي كنت قاصد ان اغطيها، فافتكر قلت افتكر يكون مسجد قريب او جامع قريب مني. بصوا السور بتاعه، وبالتالي قريت سليمان القانون بس ما اعرفش هو فين بقى، فقلت خلاص لان انا مش مستحمل تعب اكتر من كده. ده السور بتاعه والجنينه بتاعته. في مدخل من هنا للمسجد او للصحن، وفي كده، وفي هناك كباب ما اعرفش باينه ولا مش باينه. طيب، وانا جاي من عند جلاتا سراي، كنت جاي من عند ساعات بركب كده يعني الترماي واخده لغايه اخره، اقعد ابص كده من الشباك واتفرج على الناس وعلى المباني وعلى الحاجات دي كلها. قانوني سلطان سليمان هان مش عارف ايه، يعني كاتبين اسمه كله. وادي ده المدفن اللي فيه عائله او الاسره الملكيه بتاعه سليمان القانون. انا كان اول مره اسمع عنه الحقيقه، يعني مدفن كبير على فكره. لما قريت يعني او الناس كلموني عن المسلسل وانا ما اتفرجتش عليه برضك، ما اعرفش للاسف اي حاجه خالص، لان انا مش متابع جيد بقالي فتره للفنون وبالذات يعني كل ما له سمعه بالتركيه والهنديه والصينيه والكوريه والحاجات دي اللي انا اعتبرتها كموضه ما استهوتنيش، لكن واضح ان هي ليها جماهير فاكيد هي كويسه جدا. انا ما استهوتنيش لاني ما قربتش منها، وده عيب عندنا كبير جدا ان احنا انا ما كنتش فاضي اساسا للحاجات العربيه عشان ابص للاجنبي. طيب خلينا نوريكم منظر هناك خطير انا شايفه من هنا بعد ما هنخرج. انا اسف ان كانت الكاميرا جت على حاجه تقريبا انا ما اقصدش والله. طيب ده المدخل تقريبا، ده المدفن بتاع سليمان القانون نفسه ربما، لان الناس بتقلع الجزم. خلينا نقلع الجزم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنا التواريخ بالميلادي: السلطان احمد مش عارف ايه صالح. تاريخ الوفاة والحياة: مريم سلطان. السليط اهو قانوني، هو ده القبر بتاعه. قانوني سلطان سليمان هان من 1520 ل 1566. 1520 هو مين؟ عشان انا مش قاري كويس، يعني ده سليم الاول ولا في ايه؟ انا مش فاهم، بس يعني اللي عنده معلومه يصحح لي بعد اذنكم. سلطان سليمان هان الثاني، وبعدين سلطان احمد هان ده بعديه، يعني التسلسل اهو. ده مات 1566
دول بعده بكتير. طيب ده المكان اللي هو فيه المدفن بتاعه، حتى حاطين البتاع اللي انتوا بتشوفوها في الفيديوهات اللي هي العمة اللي بيلبسها او غطاء الرأس او العمامة اللي بيلبسها. طيب جميل جميل جميل. ده تقريبا سليمان القانون، هو ده. امال اللي هناك ده كان ايه؟ لا تاني سليمان القانون. امال ده بقى حرم سلطان، حرم سلطان هانئ السلطان. دول الستات بتوعهم، شهزاد محمد. دول الحريم، اللي هي حريم السلطان. يا الله. اوكي. لا انا وعدتكم، قلت لكم صح، في فيو، في منظر هنشوف. انا كنت شفته مبين، انتوا يمكن تاخدوا بالكم دلوقتي تقريبا، لان ده بمثابه قلعه، ففي تقريبا هتبص على اسطنبول من هنا، وخاصه البوسفور. وات از ذيس؟ ايه الجمال ده؟ انا ازاي كنت همشي من غير ما اجي؟ ده تقريبا ده وادي القباب اللي بتبان من تحت، اللي بنشوفها، وادي الجنان اللي الناس قاعدين فيها. وانا قاعد فيها دلوقتي اكل قبل ما ادخل لحسن انا خلاص مش قادر يعني. طيب خلونا بردك نبص ونشوف جمال المنظر يعني باي حال من الاحوال. انا ما اعرفش انتوا هتشوفوا هنا ولا لا. تركيا من فوق بقى، انا ما كنتش شايف الصراحه تركيا من فوق خالص، وكنت دايما بعتبرها زحمه وهي زحمه، مش بعتبرها ولا حاجه، هي حقيقي زحمه. طيب مش عارف باينه قدامكم الدنيا ولا لا. هنحاول نيجي المكان فاضي. ايوه البوسفور، ده خليج البوسفور. دول القباب اللي بتبان من تحت. دي الكباري اللي هي المعلقة. ده منظر اسطنبول بقى من فوق. المنظر يستحق. المشكلة ان في عروض عسكرية النهاردة بالطائرات. اعتقد ان هنا المسألة باينة اكتر. Bayağı bir geç kaldınız çünkü tam Çengelköy'ün oraya geldi şu anda. عشان كده هو بيبان من تحت وانت بتعدي الكوبري اللي هناك ده مثلا. مش عارف باين عندكم ولا لا، لان جلاتا هي قدامنا. شايفين جلاتا سراي؟ كبر لكم التبان اهي. دي جلاتا سراي اللي هو البرج بتاعها. طيب جميل. عشان ما نطولش هنا بقى، وادي المسجد من بره.